المنتخب الجزائري الخضر هذه في مواجهة النيجر، وذلك في إطار الجولة الرابعة من كأس إفريقيا للمحليين التي تقام حاليا بين كينيا وأوغندا وتنزانيا. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في حلقة موجز أخبار الكرة الوطنية والإفريقية. هذه المرة من المقابلة التي جمعت بين الجزائر وغينيا تعادل بمشقة الأنفس، هدف لمثله في كل شباك في مقابلة كانت تحبس الأنفاس. خاصة شفنا شوطين مختلفين تماما. الشوط الأول الذي تكدست فيه غينيا في المرمى وحاولت الدفاع على شباكها ب10 لاعبين، لم يستطع معه الخضر الوصول للشباك، إلا أن النتيجة تتغير بانتصار غينيا بهدف قاتل، إلا أن الخضر لم يستسلموا لها واكتسحوا المرمى بتعادل ثمين بنقطة كانت ثمينة أمام الغينيين. إذا المنتخب الجزائري حظوظه وغير كافية للتأهل للمربع الذهبي. الحظوظ خاصة بعدما حظوظ تقلصت إخواني الكرام بعدما تعادلت جنوب إفريقيا مع النيجر بهدف لكل مرمى. إذا المفروض على المنتخب الجزائري الفوز على المقابلة القادمة، الفوز على النيجر لكسب 3 نقاط ليصبح رصيده 8 نقاط عوض الدخول في حسابات ضيقة مع جنوب إفريقيا وأوغندا التي تتسيد الترتيب حاليا. جنوب إفريقيا التي تنتظرها مقابلة حاسمة مع أوغندا، إذا انتصرت جنوب إفريقيا على أوغندا فتتسيد الترتيب. إذا المفروض على الجزائر الفوز بشكل إجباري على النيجر. إذا الترتيب الحالي إخواني الكرام، هناك أوغندا في الرتبة الأولى ب6 نقاط، أما الجزائر في الرتبة الثانية ب5 نقاط، جنوب إفريقيا في الرتبة الثالثة ب5 نقاط، غينيا في الرتبة الرابعة ب4 نقاط، والنيجر خارج الترتيب بنقطة واحدة. إذا خوتي خواتاتي، إذا كنت جديد معنا في القناة ما تبخلش على الضغط على زر الاشتراك وخلوا لنا اللايكات، خلوا لنا اللايكات ديالكم وديروا لنا تعليقاتكم المحفزة. إذا بعجلة نعود إلى الموضوع. المنتخب الجزائري في الجولة الرابعة الأخيرة سيواجه النيجر، كل هذا سنعاينه في أمسية يوم الاثنين 18 من هذا الشهر ابتداء من السوال بتوقيت المغرب، والجزائر وتونس هو نفس توقيت مقابلة جنوب إفريقيا وأوغندا، وتنقل المقابلة غالبا على قنوات البي سبور 6. لم يبقى لي إلا أن أشكركم على وفائكم، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.